مرحبا يا حلوين، كيفكن؟ شو أخباركن؟ إن شاء الله الكل يكون بخير يا رب. رجعت لكم فيديو جديد. هلأ طبعا كل يوم عم نزل فيديو أو فيديوهين، يعني ما عم غيب عنكم. بس اليوم حبيت إني أرجيكم طريقة المخلل بالملفوف الأحمر. أنا عملتها قبل هالمرة وطلعت كتير طيبة، بس ما كنت مصورتها. بس هالمرة خلصت الكمية القديمة اللي عندي، حبيت أعمل كمية جديدة. حبيت صور لكم الطريقة وكيف عملتها وكيف نجح معي. طبعا هو ما بياخد وقت كتير لحتى يصير، بس يومين. فيكن بعد ما تجهزوا تحطوه يومين على جنب، وبعدين بعد يومين تبلشوا تاكلوا منه كتير طيب. مع المجدرة، مع الفلافل، مع أي أكلة بتحتاج مخلل. طبعا أنا هون قطعته، كنت عم أرجيكم إنه دبغ على إيدي اللون أحمر بجنن. حتى هون علق على اللي بقطع عليها اللحمة الخشبة. هلا هون بدي جهز الليمون، حتى ضيف الليمون للملفوف، لأنه يعني بيعطي طعمة حموضة كتير كتير طيبة. هلا هون جهزته وحطيت الليمون. هلا هون بدي احط الملح، وبدي احط نتفة حمض الليمون مشان يعدل الحمض. واكيد بدي احط لها خل، نص كاسة صغيرة، كاسة شاي صغيرة. وبدي اغمرها بالمي. وهلا بدي اضيف لها دبس برمان. هلا هي الدبس برمان حسب الرغبه، اذا بتحبوا تحطوا لها ولا ما بتحبوا، هي الشي بيرجع لكم. وهلا بعد ما حط دبس برمان بدي قيمة على جنب وحطها مثل ما قلت لكم لبعد يومين، يوم او يومين. وهلا هون بعد يومين صارت جاهزه. تشوفوا النتيجه، شايفين ما احلاها؟ حتى المي تبعيتها طلعت بتجنن، وطعمتها كتير كتير طيبه، حامضه. طعمتها يعني ميكس حمض على خل على دبس برمان، كتير كتير طيبة. وهلأ بدنا نسكب شوي بالصحن حتى ندوقن. وطبعا فيكن تتسلوا فيها هي المخلل بالسهرة بدال البزر والفستق وهي الأكلات والبوشار طبعا. وهلأ بدنا ندوق. مم، كتير طيبة. طبعا أنا دقتها قبل ما أصور الفيديو. وهيك كان الفيديو لليوم. إن شاء الله يا رب يعجبكم تستفادوا منه. وما تنسوني بالإعجاب بالصفحة والضغط على زر الجرس لحتى يصلكم كل جديد. بشو قلبي، باي باي.